told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. واش راكم؟ واش حوالكم؟ واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي لا فيديو تاعي تلقاكم في اتم الصحه والعافيه يا رب. جيتكم فيديو جديده، جيت نبارطاجي معكم يومي كيفاش فات، ولا كيما اذا نقدر نقول مقتطفات من يومي كيفاش فات. كما شفتوا هنا في بدايه الفيديو الساعه كانت هنا 5:30 تاع الصباح، كنا مديماريين خارجين من الجرفه هنايا رايحين، ودوك تشوفوني وين رحت مع من تلاقيت مع شخصيه ياسر محبوبه وشخصيه ياسر ناس ملاح وروعه. يعني هي صاحبة قناة يوتيوبرز مشهورة الله يبارك، اللهم زد وبارك. كنت نعرفها بصح صدقوني يا البنات، كنت نعرفها ونعلى بالي بلي الناس ملاح وجونتي وكاع، بصح مش كيما في لي ريزو سوسيو كيما تتلاقاو هاك فيس تو فيس ومنا. ربي يعطيها ويمنيها ان شاء الله نعم الناس، وبعد في اخر الفيديو تفهموا تفاصيل اكثر. دونك هنايا كنت رايحه شاده طريق رايحه لالجي، يعني هي كانوا عندي ياسر شغالات وكنت مروبورتيتهم، وساشون كنت خدامه، يعني هنا راني مزارطيه نورمالمون راني خدامه، زرطيت وسافرت لانه الزوج كان عنده خدمه لازم يهبط للجزائر. دونك كنت هدرت مع خالاتي لقيتهم كاع مجمولين في دار ماني، قلت بوركوا با هو يخدم وانا نفري شغالاتي، نزيد نشوف خالاتي ونزيد نتلاقى مع حبيبه قلبي امونه. يعني كنت حنقولها لكم من لهيه بصح دركا قلتها. دونك قبل ما نبدا الفيديو وندخلوا في تفاصيل الفيديو تفاصيل اللقاء مع امينه، حبيت نقول لكم البنات اللي ربحوا في الفيديو اللي فاتت هما سراج، دوكا يخرجوا لكم لي كومونتير تاعهم، سراج وايدن اند هافن تيوب. تواصلوا معايا البنات في الانستغرام ولا في الصفحه تاع الفيسبوك باش نبعث لكم لي بون تاعكم تاع الفليكسي، سينو ابعثوا لي نيميرو نفليكسيكم سور بلاص. هكذاك سيدي نفليكسيكم باش تشوفوني والله ما عندكم. قلت هذيك هي ان شاء الله يا ربي نفيدكم بالمحتوى اكثر مني نفيدكم بهدايا، بصح قلت لي ما لا، يعني نقدم هدايا على قدر استطاعتي حاليا، وتكون هدايا كل يوم في كل فيديو، يعني ما نقولكم لا كولابوراسيون لا والو، نتيا علقي واذا جات في الصواب هاي جات في الصواب. دونك قررت اني صاحبه التعليق المتحصل على اكثر عدد من الجمات نعطي لها بون تاع فليكسي تاع 1000 دينار باش تاكتيفي بها الانترنت، وبعد قلت يا ودي نظلمهم كيما هاك، اذا عطيت لي صاحبه شغل تعليقها اللي متحصل على اكبر عدد من اللايكات، قلت بالك كاين واحد اخرين ما يجوهمش لي لايك على التعليقات تاعهم ونكون كيما هاك ظلمتهم. دونك قلت اخر تعليق نديه ثاني نزيد نعطي له بون تاع فليكسي. في هذا الفيديو ثاني راح تمشي مع كاع الفيديوهات القادمه، والبنات اللي تحب تاسوري انها تربح تعليق تاعها تعطيه لا فامي تاعها وتقول لهم ديروا لي لي جام. هنايا كنت وصلت لدار ماني كيما راكم تشوفوا ماني، واش نقول لكم كيما شفتوها اسنا نقول لكم قبل كي دخلت ما خليتهمش يقعدوا، قلت مثلا نصور دوكاني لعبتها يوتيوبرز لازم نصور كل شيء نصور باش تفوتوا. من بعد كي فوت حاشاكم باش نغسل يدي يعني اكرمكم الله، لقيت ماني تغسل بيدها، بصح تخيلوا عاد ماشينا لافي اوتوماتيك، بصح مازال تشتي تخدم وتشتي ما تقعدش مع انها كبيره، ربي يشفيها ان شاء الله. وهنايا جيت للكوزينه لقيت خالتي ديرنا في الغداء، دارت لنا تليتلي الله يهبل، روعه. حتى الزوج كي كلاه قال لي يا ودي ماكله دار مانك وحدها، اشاك فوا نجي ناكل عندهم بنا خارقه، يعني قاعدين دار ماني تاع بابا ولا تاع ماما كيف. شوفوا مطبخ جدتي الكيوت الوردي سخفه خير من تاع عروسه صغيره. وهذيك اللي راها ليه تنشر هي خالتي الكبيره، يعني الكبيره في خالاتي، ماهيش يعني ماما هي الكبيره ماهيش خالتي، بصح هذه الكبيره في خالاتي. كانت القش اللي تغسلوا ماني تجيبوا تنشره لها. هنا ما ديروش على بات الهريسه راه محطوطه ايتو منا، خاطر شوفوا راه كانت مازال تحط، بصح قلت نصور خاطر على بالي دوكا نقعدوا ونلهاو ونشيخوا هاك ونزعقوا ونضحكوا، معناها ما نحطش. درت لنا شغل تليتلي اون سالاد، وجبدت لنا الحميص الهريسه كذا منا لي تروك هذوك زيتون مملحات، مش مملحات مخللات عفوا. المهم هذا كان غدانا، يعني راه هذا النهار
كاع واش درنا كاين منه مقتطفات. نرجعوا قلت لكم قبل ما نبدا نحكي في موضوع الفيديو يعني والنهار كيفاش فات. المسابقه مستمره في جميع الفيديوهات، يعني هذا الفيديو ثاني كي يتحط لكم راح نزيد نشوف التعليق اللي متحصل على اكبر عدد من الجماد، ونزيد اخر تعليق ونربحهم. شوفوا هذاك المنظر يسخف يهبل. هنا كنا قاعدين انا وخالتي الوسطانيه احنا اللي كنا قاعدين في الطابله، هما خاطر كانوا الساعه ما قعدوش. وقبل ما نخرج من الدار هنايا كانت خالتي خالتي الكبيره سخفت على الظلمه تاع السردين، خليتها دير فيها وخرجت قالت لنا راني شاتيه ناكلها. المهم دوك من بعد شوفوا في العشاء وتفهموا. وهذا هي المنظر شغل البالكون. المهم المنظر اللي من الخلف تاع دار ماني. هنا راني كنت قاعده انا وبنتي شادتها نطلل فيها ذاك تروحها محاشاكم رجليها عذرا على المنظر. المهم جيت قضيت صالحه، كلمت خالي الصوالح اللي كانوا عندي، كلمت خالي ربي يحفظه لي ان شاء الله، ربي يعطيه ما تمنى، هناني. والزوج هنايا طبعا حطني في دار ماني وراح خدام. وهنايا انطلقت انا وبنت خالتي الجميله اللي كل مره نروح للجزائر نجرجرها لازم نمشي انا وياها. وطلعنا فتره، طلعنا من الستاسيون اللي مسمي دار جدي حتى الخروبه باش نروحوا للصابلات ونتلاقاو مع اليوتيوبرز المحترمه الرائعه أمونة صاحبة قناة عائلة أمينة، يوميات عائلة أمينة هكذا باش ما نعودش غلطة وتسبني تقولي أصدقاء ومناش ما كنتش حافظة القناة. المهم كان هذا أول لقاء راح نتلاقاو أنا وياها فيس تو فيس. المهم رحنا أنا وبنت خالتي. أنا ما نعرفش درك حاليا ما نعرفش نمشي في المواصلات في الجزائر، شغل نعرف البلايص الباينين. اما الصابلات هذه ملي تحلت نروح لها شغل في السياره، ما نروحش شغل كي نكونوا ديجا من دار ماني للصابلات بالسياره ثم 5 دقائق، جامي مشيت لها في تران ولا في ترونسبور. المهم هنا كنا وصلنا وضربنا واحد الكارع ما نحكي لكمش، مع اللي انا خيتكم ما نقدرش نمشي. جينا ماشي من لاكار تاع خروبه حتى للصابلات، ومن بعد كي جينا راجعين قلت لها ما تخرجش عليا، نو ما نعاودهاش، لازمنا نروحوا في ترونسبور، نروحوا في يعني في كلانديستان شغل فرود يوصلنا في حتى لاكار، ومن بعدها عاودنا هزينا تران، عاودنا رجعنا دار ماني، وهكذا دواليك. المهم أمينة احنا كنا تعرفنا، يعني أنا وياها تعرفنا عن طريق مليكة، تعرفوها كامل تاع يوميات مليكة في تركيا، تعرفنا عليها وراها ظل تهدر عليا مسكينة كفر خيرها، ظل تقول لهم عاونتني منا. يا ولدي ما عاونتها ما والو، هي شغل رانا خواتات وشي عادي كاع، هي برك مسك براتو ولا مسك ثراتو. يا ودي مش حواسها قاعدة تقول بلي عاونتني ولا وقفت معايا، هي صح هي معناها من كرم أخلاقها، يعني يقولك من لم يشكر الناس لم يشكر يعني حنشكر روحي. بصح والله ما شتيتها تكثر كيما هاك. هنايا كان اللقاء ودوكا ما نعرف راح ندير لكم هاك موزايك على جسمي انا لاني راني كارثه، وراني راح نبدا رحله الرجيم اللي راح تكون في اليوتيوب. طبعا تلاقينا هي جات مع خيتها وصديقتها، نعم الناس كاملين حتى لاختها لصديقتها قصرنا قصرتها بل ما صورناش مع بعضنا، واصلا يعني ما تلاقيتش بها يعني ما تلاقيناش بهدف اني نصور معاها ونطلع على ظهرها وكاع منا. اصلا مسكينه ظل دير لي في البيوب كثر خيرها. قلت لها ما تديريش باش ما نديرلكش الناس شو هكذاك، يعني ربي يحفظها ان شاء الله. وانا كي رجعت للدار يعني كنت خلاص كيما يقول زوجي اوكلوك، شربت فنيجيل القهوه مع ماني الحبيبه كيما راكم تشوفوا راهي مقابلتني لهيه. انا كنت ندز في الصوالح لانهم كانوا يخدموا فيهم، خالتي كدارت لنا البغرير ولا الغرايف ولا مش عارف في غريفين. المهم هنا كنت نوري لكم الركن الاخضر تاع جداتي، مع انهم مش هذو هما برك لي بلونت اللي عندها، والله عندها ياسر لي بلونت مش عارف ولا وين راحوا. كانت دارها قاع اخضر في اخضر، من عندها في البالكونات في زوج في الطواقف، من حتى شجره تاع القارص دايرتها في هذاك البيدون الكبير تاع بدون تاع البنسوره ذاك تاع سبيكترال ولا مش عارف يسموه هذاك الكبير تاع الفينيل، ودايره فيه شجره القارص، وكنت ناجحت لها في الدار وكاعهم منا.
وتخيلوا هي اللي قايمه بنباتاتها، هي اللي تغسل معينها، هي اللي تغسل الاخر. انا ماما راها تقريبا 60 سنه وهي مازال امها ومازال تخدم. هنا العشاء قررنا انه العشاء خفيف وسورتو كي راني حنعاود نشد طريق. دونك هاي الدولمه سردين ولا شطيطحه سردين ولا مش عارفه تقولها، حاره وحامضه وزينه، سالاد حميس، وهذيك لوبيا موستو ولا زاليغو مش عارفه كيف تقولوا لها، بيتراف، ما نعرف لي فريت مطلوع ثاني. دارت خالتي الصغيره دارت مطلوع، هي اللي دارت لنا الغرايف، هي اللي دارت مطلوع، هي اللي دارت تليت الصباح، كثر خيرها يا ربي، ان شاء الله ربي يسمحنا في تعبها. هنا كانت 10:30، كنا جوست كي خرجنا من الدار. اصلا كي نخرجوا من الدار هذه هي ندخلوا ديريكت في لوطوروت هذه تاع بليده. خرجنا على 10:30، بصح كون نقول لكم الصباح خرجنا على 5:30، 8 كنت في الدار، بصح هنايا خرجنا على 10:30 الزوج باش وصلنا للدار. هنا كنا هاك كي كنا داخلين الجلفه، هنايا درت لكم الساعه باش تشوفوا على قدا دخلت وكاع، بصح ما نعرف وقيلا ما بانت لكمش، ما فهمتش لانه كان المهم ليكرون هذاك تاع ال او دي كان مشغول، ما قدرتش نصور لكم فيه. وهذه هي جلفتي الحبيبه، هذا هو نهار فات رائع. فات واش نحكي لكم واش نقول لكم، تلاقيت مع ماني خالاتي بنت خالتي بنت خالاتي يعني راني قاعده نحسب خاطر كانت وحده غايبه كنت ياسر شاتيه نتلاقاها، ما تلاقيناش للاسف. قضيت صالحه اللي كنت رايحه على جالها، الزوج خدم يعني طول في الخدمه على بها، خرجنا روطار. زدت تلاقيت امينه الحاجه الاهم. وتخيلوا يا البنات، دارت لي هديه. نقول لكم حاجه راني مسعوده الايامات هذوما. الزوج دار لي هديه، مرت صاحبو كيما جاتنا هذيك المره اللي فاتت، ياك راني وريت لكم واش جابت لي، واللي ما شافوش يرجعوا مش لا فيديو اللي قبل هذه اللي قبلها يشوفوا واش جابت لي. وثاني امينه جابت لي هدايا كثر خيرها ليا لبنتي، ما عرفتش كيفاش ندير لها، يعني هي كانت سيتي بريفو باش تجيني هنايا للدار، بصح انا قلت نتلاقاو برك يا اخي، فينالمون تلاقينا وجابت لي هدايا، وانا راح اكيد نرجع لها الخير. وكيما قال الرسول تهادوا تحابوا، مش واحد يهدي واحد وصاي، نستناها تجيني هنايا باش نقوم بها كما يلزم الحال ان شاء الله، ونرجع لها الخير باذن الله. المهم هذه هي كانت لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. عذرا طولت عليكم، صح والله راني سعلت، قررت اني نعاود التسجيل، بصح والو من عاودش لاني عاودت 1000 مره. المهم دمتم في رعايه الله وحفظه. اذا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جام، ما تبخلوش عليا، راني صديقتكم دركا ولينا خواتات. واذا ما عجبتكمش معليش نورمال، ولا ديروا ديسلايك عادي والله ما عندي مشكل. وخلونا تعليق ودعوه من القلب الامينه، وربي يشافي جداتي ان شاء الله.